السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في هذا الفيديو على خير وبخير وبأتم الصحه والعافيه. جيتكم اليوم بواحد الشهيوات غزالين. وقبل ما نبداو هذا الفيديو بغيت نشارك معكم هذا الجو ديال الشتاء، تبارك الله ما شاء الله. واحد الجو اللي هو رائع، كانت واحد امطار الخيرات، تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بالبارطاج واللايكات والتعاليق المزيونه ديالكم وتشجيعاتكم الرائعه باش نزيد نتحفز نحط لكم فيديوهات ان شاء الله جدادين. واي حاجه بغيتوها غير كتبوها لي في التعاليق، وان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم كامله ان شاء الله. هنا غادي نشارك معكم هاد الرغيفات ولا مسمنات بواحد العجينه مقرمشه، ممكن تستعملوها في جميع الوصفات ديالكم عفوا. نشارك معكم الحريره المغربيه التقليديه الاصيله. نبداو على بركه الله. عندي الحمص مرقد نقيته، عندي مطيشه محكوكه ولا مطحونه، عندي بصله حتى هي كذلك، عندي ملحه، سكينجبر، راس الحانوت والقرفه. هنايا في الطنجره عملت مطيشه، طحنوها ولا حكوها كيف ما بغيتو، من واحد الكميه لا باس بها هي والبصله. المهم غنعمل جميع المقادير، وغادي نزيد عليهم الكرافس والقزبر والمعدنوس عندي طحنتهم في الهاشوار. وغادي نخلي واحد الكميه صغيره قليله، يعني باش غادي نخليها حتى الاخر عاد غادي نضيفها باش كتزيد تعطي واحد اللذه مزيونه. وغادي نزيد شويش ديال الزيت، وغادي نخليها تقلى مزيان. كما كتشوفوا الحريره دائما خصها تقلى، الحريره هذه كتجي غزاله. هنايا نقيت ديك العويدات ديال الكرافس، غسلتهم مزيان وربطتهم، كيطلقوا واحد اللذه يا سلام. انا في الاخر كنحايدهم كنعملهم في الزلافه ديالي، كيعجبوني بزاف. هنايا مرقت بالماء طايب شويه وزدت عليهم، شديت البوطه. هنايا عملت كيلو ديال الطحين، عملت هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، عملت هنايا واحد العطريه ديال الحوتي باش نستمت بها. هنايا عندي واحد البيض البيضه، غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الماء عادي وكنحركو مزيان حتى يعني حتى كنخلط ديك البيضه مزيان باش ما كتبقاش بالخيوط. هنايا سبقت خلطت غير النواشف هيدا شويه بيدي كيف ما كتشوفوا معايا. هاد العجينه دي كتجي صراحه الله غزاله ومرقه كتحمق كتجي. هنايا زدت ديك البيضه، زدت واحد مغرفه كبيره ديال الخل، وغادي نزيد واحد مغرفه صغيره ديال لا موطارد اختياريه، ولكن كتعطي واحد القوام مزيون من العجينه. انا الموطارد كنعدلها حتى في العجينه ديال الفطائر، في العجينه ديال البيتزا، في اي حاجه. انا عملت واحد شويه ديال الزيت، تقريبا مغروفه كبيره ديال الزيت. اللي بغيتو زيت بيضاء اولا زيت نباتيه، انا عملت غير زيت بيضاء. نبقى نخلط مزيان ديك البيضه مزيان باش ما كتبقاليش بالخيوط، باش ما تقطعليش العجينه. الا ما خلطتوهاش بالماء راه غادي ترجع من بعد غادي تقطع لكم العجينه، ما غاديش ديك العجينه زعما مزيونه. هنايا خلي بعد ما عجنت العجينه غير بالماء عادي ديال الكريفو. هنايا غادي ندلكها غير شويش، ما عندلكاش بزاف، غير تجمع لي العجينه وصافي كيف ما كتلاحظوا هنايا. وكنضر هنا بالزيت، وغادي نعملها في واحد بلاستيك نقيه ولا تلويها في السلوفان وتخليها ترتاح. انا هذه عدلتها هي الاولانيه العجينه، عاد دوزت عدلت الحريره. هنايا عملت غير الخضيره، يعني بصله، الجعده، القرعه محكوكه، الفلافل اللي عندكم في هذه الخضيره هذه. هنايا الحمص طاب لي شويه وزدت عليه العدس حيت نسيتها في الاول. هنايا كانت تشحرات لي هاد الخضيره ديالي، تشحرات لي غير بالملحه والابزار والزيت. هنايا عندي الشعريه الصينيه، انا كنختار هذا النوع هذا كتجيني مزيانه. زدت عليها الماء طايب وخليتها. هنايا الحريره شعلت عليها البوطه، زدت عليها الماء طايب خليتها تغلات مزيان. زدت عليها ديك الخليط ديال الماء والدقيق كنصفيه بطبيعه الحال. هنايا ديك عملت الكويرات وخليتهم ارتاحوا. وديك الشعريه الصينيه راه هي فين عندي سقطرتها مزيان من الماء ديالها وقطعتها مزيان. هنايا كنطلق ديك الرغيفات عادي بالطريقه المعتاده، وكنرشم شويه ديال السميده. ممكن تلقوهم بالزيت والزبده، لكم الاختيار. انا ما كتعجبنيش النكهه ديال الزبده تكون باينه لا في الحلوى لا في المالح لا في اي حاجه، حيت انا اصلا ما كناكلهاش. غنكمل هذا الشكل كامل وغنخليهم يرتاحوا على الخطر ديالهم. هنا الحريره من بعد ما طابي ديك الدقيق خليته واحد نص ساعه وانا كنحرك،
ودائما كنعمل ديك المغروفه ديال الخشب كنعملها من فوق الجميله اولا فوق الطنجره باش ديك الكشكوشه ما كتطلعش وما كتفدليش، سواء كنتو كطيبوا التيشه اولا الشعريه او اي حاجه اللي كتعمل رغوه اولا كتفيد. عملوا ديك المعلقه ديال الخشب هيداك. هنايا زيت شويه ديال الصلصه خلطتها مع الماء، يعني فسختها في الماء وزيدتها خليتها تغلات شويه. زيت شويه ديال الشعريه اي نوع بغيتو، انا ما كنكثرش الماء وما كنكثرش ديك الماء والدقيق، كنخلي دائما البصله والمطيشه هو اللي يكون زايد. هاي الحريره ديالي بدات كطيب، غنخليها نيه، نقاص عليها البوطه ونخليها تطيب وانا كنحرك لان الشعريه تلصق في القاع. هنا من بعد ما شحرت ديك الخضيره ديالي زدت عليها شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس يعني قطعتهم، شويه ديال الزيتون خضر، داكشي اللي كان عندي كثروا ولا نقصوا شحال ما بغيتو. عملت شويه ديال التون، ممكن تعوضوا التون باي حاجه اخرى، بالجداد بالكبده اي حاجه. هنايا عملت شويه ديال العطريه، سكنجبير، الخرقوم، عملت شويه ديال التحميره، شويه ديال صلصه الصوجه، عملت شويه ديال السحتر، عملت القشور ديال الخضر كنشريهم هيداك يابسين ومطحونين. زيت شويش ديال الشعريه ديالي، زيت جبن موتزاريلا. ممكن تستغنيو على اي، بالنسبه للعطريه تستغنيو على اي حاجه وعملوا اي حاجه بغيتوها. هنايا كنطلق ديك الرغيفات ديالي، كنحاول نضغط غير من الجوانب، كنخلي الوسط شويه يكون غليظ شويه، كنرقق غير الجوانب مزيان. ممكن الجبن تعوضوه بديك الفرماج مربع سلايس خاص ديال الساندويشات. هنا كنهز غير ديك الاطراف وكنعملهم في الوسط بطريقه عاديه. نعاود معكم وحده اخرى. كنظن يعني الطريقه واضحه، يعني كل شيء باين، يعني الفيديو شرح نفسه بنفسه. كنعمل واحد الكميه لا باس بها في الوسط. انا الكميه هذه خرجت لي كيلو ديال الطحين، خرجت لي 25 رغيفه، يعني تبارك الله الخير والبركه كتخرج. والثمن ممكن يتراوح ما بين 6 دراهم 7 دراهم على حسب المكونات اللي وما فيها. هنايا كنبسطو مع شويش تساليت كلشي، بسطو مع شويه كنضغط من الوسط باش كتخرج الحشوه حتى للجناب. هنايا دهنت ديك الصفر دبيطه اللي عملت له الصوجه وكندهن به، وكنرشو بشويه ديال الزنجلان ولا رشوه بالسحتر ولا بالبافو. المهم زينوا باي حاجه بغيتوها وحبيتوها، يعني زينوا بها. التزيين كيبقى اختياري، انا اللي عندي في الدار عدلته، يعني اي حاجه في الدار حاولت نستغلها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي تبارك الله. انا باقي كنصور، ما خلاونيش نصور، بداو كياكلوا من قبل كنقول لهم خليوني غير شويه نصور، غير كمل بالتصوير كيقول لك لا ما يمكنش، يعني خصنا ناكلو. ايوا هادشي اللي عطى الله. ملي كتعمل لهم شي حاجه يعني جديده ضروري كيحسوا بالفرحه وكيجيهم الحماس. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش البارطاج واللايكات وما تبخلوش عليا. الله يجازيكم بخير وشكرا، الى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله.